في كتب ما اتكتبتش بس عشان تقرأ، كتب اتصنعت عشان تعيش، تحمل تاريخ وأفكار وأساليب حياة ناس من مئات السنين. مئات السنين والمخطوطات دي بتتنقل بين خزانات العلماء وأروقة المساجد والمدارس من غير ما تفقد حضورها. دي مش مجرد كتب، دي مخطوطات. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة من سلسلة من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة، هنتكلم عن السر ورا انتقال الحضارة من الشرق للغرب. هو علم المخطوطات. علم المخطوطات مش بس بيدرس النصوص، لا ده كمان بيفحص الورق والحبر وطريقة الكتابة وترتيب الصفحات، بيكشف كل سر ورا الكتابة وبيورينا حكايات ما كتبهاش التاريخ في الكتب الرسمية. أول حاجة لازم نعرفها عن علم المخطوطات إن الورق مش كله زي بعضه. الورق اللي اتعمل في بغداد أو القاهرة زمان كان من ألياف نباتية زي الكتان، وكان بيمر بعمليات غسيل وتبييض طويلة. ده غير الورق اللي اتعمل في المغرب أو الأندلس، كان فيه تباين في السماكة واللون والقوة. وكمان الحبر مش مجرد اسود او بني، الحبر بيختلف على حسب المواد اللي اتعمل منها. يعني مثلا في حبر نباتي معدني او مزيج بين الاتنين. ولما نعمل تحليل كيميائي للحبر بنقدر نعرف في اي بلد اتكتب المخطوط، واحيانا حتى السنة اللي اتكتب فيها بدون ما يكون فيها تاريخ مكتوب اصلا. الخطوط القديمة كانت ليها اسماء وانواع، وكل خط ليه الخصائص المميزة ليه. يعني مثلا خط النسخ ده خط واضح ومنظم، كان بيستخدم في نسخ القرآن والكتب العلمية. أما الرقعة فهو خط أسرع كان بيتكتب به الرسائل والمراسلات. الخط المغربي أو الأندلسي كان خطوط مميزة بالزخارف، وكان شائع وجودها في المغرب والأندلس. الخط مش بس شكل، هو مفتاح لمعرفة الكاتب، المركز اللي اتكتب فيه المخطوط، وكمان الفترة الزمنية اللي اتعمل فيها. وبالمناسبة في صفحات المخطوطات ممكن تلاقي علامات صغيرة في الهامش. العلامات دي وجودها كان ممكن يكون للتصحيح أو أرقام ورموز ممكن لتقسيم النصوص، وأحيانا رسومات صغيرة أو تزيينات صغيرة جدا بتكشف عن أشياء خاصة بالذوق الفني للزمن ده. الحاجات دي مش مجرد زخرفة، ده كمان بتورينا طريقة التعليم وفهم العلماء للنصوص، وغير كده كمان طرق نقل المعرفة بين الأجيال. المخطوطات ما كانتش بتتعمل في أماكن عشوائية، كان ليها مراكز إنتاج متخصصة، زي مثلا المكتبات الكبيرة زي مكتبة بغداد اللي في بيت الحكمة، اللي كانت فيها آلاف المخطوطات من اليونانية والفارسية والسريانية. في الأندلس وقرطبة كانت المدينة مليانة ورق وكتب، والمكتبة في عهد المستنصر وصلت لأكثر من 400 ألف كتاب. وفي طليطلة بعد سقوط المدينة أسست فيها مدرسة المترجمين الرسمية، ودي اللي كان بيشتغل فيها مجموعة كبيرة جدا من العلماء بشكل جماعي، وكان هدفهم الأساسي قراءة النصوص وكتابة معانيها باللاتينية. ده كله بيأكد إن المخطوطات ما كانتش مجرد نصوص، دي مشروع علمي ضخم وجسر بين حضارات. مخطوطة واحدة ممكن يكون لها رحلة مذهلة. يعني مثلا ممكن تكون اتكتبت في بغداد، انتقلت للأندلس، اتعرضت لمراجعات وتصحيحات، ووصلت لصقلية وإيطاليا، وفي الآخر دخلت الجامعات الأوروبية واتدرست لقرون طويلة. وكثير من المخطوطات دي اتعرضت لمحاولات تزييف أو سرقة، لكن العلماء المحترفين قدروا إن هم يحافظوا عليها. علم المخطوطات مش بس بيفيد المؤرخين، ده كمان بيساعدنا إن احنا نفهم إزاي انتقلت المعرفة من الشرق للغرب، وإزاي العلماء احتفظوا بالمعلومات دي رغم الحروب والمجاعات، وإزاي الفلسفة والطب والفلك وصلوا لأوروبا وفتحوا طريق للنهضة العلمية. كل مخطوطة ليها حكاية، وكل علامة على صفحة ليها قصة، وده اللي بيخلي العلم حي مش مجرد نصوص قديمة. المخطوطات مش مجرد ورق وحبر، دي ذكريات حضارة كاملة، رحلة من الشرق للغرب، من بغداد لقرطبة وطليطلة وأوروبا كلها. واللي بيقرأها دلوقتي مش بس بيتعلم، هو بيشوف الحضارة نفسها وهي بتنتقل من جيل لجيل، وبيفهم قد إيه المعرفة كانت ثمينة، وإزاي الناس كانت مستعدة إن هي تخاطر عشان تحافظ عليها وتنقلها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.